ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله معانا منتج جديد شويه مش كل الناس بتستخدمه. وطبعا المنتج ده زي ما احنا شايفين من تيرتل واكس، وتيرتل واكس من الماركات المشهوره ومعروفه طبعا. هي من يو اس اي. النهارده ان شاء الله المنتج اللي معانا دوت منتج لتنظيف الجنود، مش تنظيف الكاوتش ولا حاجه. ده بيشيل البريك داست او الغبار اللي هو بتاع الفرامل اللي بيبقى اسود مهبب العجل ومهبب الفرامل. وطبعا المنتجات دي زي ما انتم شايفين، بص هو بيتاكسد، بيعمل زي تاكسد كده فبيغير اللون بتاعه. فانا عايز اجربه بقى على حاجتين. اولا عايز اجربه على الويل نفسه او على الجونت، وفي نفس الوقت عايز اجربه جوه الجونت زي ما بيبقى حاصل معانا كده. الجونت من جوه مهبب وشكله مش ظريف. طب تعالوا نشوف كده المنتج تقريبا قد ايه وايه المعلومات بتاعته. هو المنتج زي ما احنا شايفين حوالي 500 مللي، يعني نص كيلو تقريبا. وهو بيتحول زي ما انتم شايفين كده من اللون العادي للون الاحمر. وهنجربه ان شاء الله، هنعمل له تحدي كده لو انت بقى مكسل ولا حاجه وعايز تجربه. زي ما احنا شايفين دي الحاجات اللي على او المعلومات بتاعته. يعني احنا كالعاده مش هنقرا قوي المعلومات، اهم حاجه عندنا ان احنا نجرب المنتج نفسه ونشوف هو شغله عامل ازاي. وزي ما احنا شايفين هو اسمه الريد لاين ويل كلينر، اهو ده شكله. يلا بينا نجرب كده على حاجه قديمه وان شاء الله النتيجه تكون كويسه. طيب تعالوا نجرب المنتج على حاجة قديمة، حاجة متسابة، حاجة مش هنغسله ولا حاجة. طبعا أنا عارف إن لازم يتغسل الأول ولازم يتعمل فيه حاجات كتيرة ولازم العجلة أو الجنط يتجهز الأول. لكن أنا بتكلم إن ده تحدي بمعنى إن أنا لو مستعجل وعايز أعمل حاجة بسرعة، لو شخص كسول ومش عايز إن هو يغسل ويعمل الكلام ده كله. لكن طبعا عارفين إن في أساتذة وناس هتقول لا اللي أنت بتعمله ده غلط، واللي أنت المفروض الكاوتش بيتنقل، الجونت بيتنضف، والجونت اللي هو بيتغسل بالصابون ويتغسل بالميه وبعد كده الكلام ده كله. انا عارف الكلام ده كله، بس انا بجرب عشان زي ما قلنا لو حد كسول، حد مثلا مستعجل، الكلام ده كله ده تحدي. ان احنا في اوحش او في اصعب الظروف، ده يعتبر تحدي. ان في اصعب الظروف ومن غير غسيل ومن غير ما نجهز الجنط، لا هنشوف المنتج هيعمل ايه. لكن طبعا عارفين انه لازم يتجهز ولازم يتعمل فيه حاجات كتيرة. انما احنا بنعمل تحدي عشان نشوف هل المنتج فعلا كويس ولا مش كويس. ويلا بينا نجرب دلوقتي. هنرش اهو على هنرش على نص العجلة ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. اهو زي ما انتم شايفين كده، اديني برش نص العجله بالظبط. هنرش في الحتت دي، الحتت اللي بيبقى فيها البريك دست اهو. هنرش كده ونشوف اهو نص العجله بس. خلي حتى الكاميرا دايره ونشوف الدنيا هتعمل معانا ايه. هسرع طبعا الجزء عشان نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. زي ما انتم شايفين بصوا كده بقى عامل ازاي. ده طبعا بعد حوالي 10 دقايق او بعد ربع ساعه. انا كان كل همي ان انا عايز اجرب الحته دي. طبعا دي عليها مش هباب البتاع بس، لا ده عليها، او مش هباب بتاع الفرامل بس، لا ده عليها الصدى كمان. فمعلش بقى انا هجرب كده اهو. تعالوا انا رشيت، بصوا سايبه حوالي 10 دقايق زي ما انتم شايفين. بصوا لونه بقى عامل ازاي. تعالوا كده بالفرشه نجرب نشوف ان احنا لما نحركه شويه هيعمل ايه. هو اول ملاحظه ليه ان هو ريحته غريبه شويه، مش ريحته مش حلوه يعني، ريحته وحشه. فهل ده معناه ان هو اتاكسد ولا ايه؟ مش عارف. هنعمل كده بالفرشه، نحاول ان احنا ايه نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. طبعا احنا عملنا نص واحد، ما عملناش كله يعني. انا عملت النص ده بس كده اهو، بحيث ان احنا نجرب بس. لو نضف يبقى ايه بقى، يبقى لا الدنيا تمام. بصوا زي ما انتم شايفين النص اتحول بقى.
زي ما انتوا شايفين كده ادينا شغالين في الموضوع دوت، ونشوف هل الدنيا ماشية ولا ايه. وطبعا زي ما انتوا شايفين، بصوا بقى تحت، يعني بصوا الارض خلاص بقى كله بنفس اللون. انا طبعا بجرب على حاجة قديمة جدا ما غسلتهاش، ما عملتش اي حاجة، بس ايه، عايز اجرب واشوف هيعمل ايه بالظبط. اهو. طبعا هتقولوا كان المفروض تتغسل، كان المفروض ده كله، انا عارف ما قلتش حاجه، بس انا بجرب لو انت مثلا مستعجل، لو في مثلا شخص كسلان ولا حاجه مش عايز ان هو يغسل الكاوتش، انا عايز احط حاجه على على الجنط بحيث ان هي تشتغل على طول. لكن طبعا المفروض ان هو يتغسل، المفروض حاجات كتيره جدا، بس انا بجرب كتجربه لو حد مستعجل، لو حد كسلان، الكلام ده كله. وتعالوا بينا نشوف بعد ما نغسله. هسيبه كمان بتاع 10 دقايق كده واجرب بعد ما اغسله اشوف هيعمل ايه. للأسف بس معيش مية قوية، بس يعني لا ما شاء الله في اهو، بصوا. هحاول اجيب مية تاني بحيث ان احنا بس نشوف الفرق، وهل فعلا عمل فرق ولا لا. طبعا زي ما احنا شايفين الفرق، بصوا يعني بقى حاجة تانية، وهنا من جوه برضو نفس الحكاية. ومن هنا تعالوا نقرب شوية كده الكاميرا ونشوف الدنيا عملت ازاي. طبعا انا بجرب كده بسرعة. وزي ما انتم شايفين اهوت، ده طبعا حاجة زي ما احنا قلنا تحدي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله كمية ال التراب والدست اللي كان على بصوا برضو الجزء ده، بصوا الجزء ده كان عامل ازاي، كان متدمر خالص. لا دلوقتي بنسبة كبيرة جدا زي ما انتم شايفين الطنابير من جوه كانت متدمرة. فلا ما شاء الله هنا برضو الجزء ده، بصوا الفرق ما بين الجزء ده والجزء ده، لا ما شاء الله في نسبة كبيرة جدا. عايز اوريكم برضو العجلة اللي قدام. انا طبعا عملت نصين بس، ما عملتش يعني عملت نص بس، نص العجلة اللي قدام ونص العجلة اللي ورا. تعالوا نشوف برضو العجلة اللي قدام. زي ما انتم شايفين الجزء ده كان طبعا عليه كمية تراب فظيعة، وما شاء الله دلوقتي بقى تمام. برضو العجلة هنا نص ونص، فلا تمام ما شاء الله. اتظبطت جدا وبقت يعني اهو. بصوا الخرزة بتاعة اللون. بس طبعا العربية مركونة بقى لها فترة كبيرة جدا. وفي نهاية الحلقة يا رب تكونوا استفدتوا بشيء وشفتوا المنتج. عملنا استعراض للمنتج سريع، وزي ما انتم شايفين ادي الجزء اللي على اليمين، الجزء اللي اتلمع، وده الجزء اللي على الشمال. ويا رب تكونوا استفدتوا بالحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش بقى باللايك والشير، وسلام عليكم.